عقدت اليوم ندوة صحفية لتقديم مسرحية تسونامي للفنان الفاضل الجعايبي، الذي اختار الإجابة على الأسئلة المطروحة التي كان من بينها: لماذا سميت هذه المسرحية تسونامي؟ وكانت إجابة الفنان الفاضل الجعايبي أن هذه الثورة التي مرت على البلاد كانت بمثابة تسونامي على حد تعبيره. تسونامي هي جزء من ثلاثية الفاضل الجعايبي وجليل بكار التي بدأت بمسرحية 50 التي قيم فيها 50 سنة من الاستقلال. أما الجزء الثاني من المسرحية كان يحيى يعيش، التي استشرف فيها نهاية الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ثم هذا الجزء وهو تسونامي، وتناول فيها المنعرج الخطير بعد 14 جانفي واعتلاء الإخوان المسلمين لسدة الحكم ومحاولتهم تغيير النمط المجتمعي واستبدال الدولة المدنية بأخرى دينية، ومحاولة احتواء دور الإعلاميين وإسكاتهم وحرمانهم من حرية التعبير. وكان هذا دور فاطمة سعيدان التي أدت شخصية الإعلامية في المسرحية. مسرحية تنضوي ضمن مسرح الحكاية، حاول فيها الجعايبي وجليل بكار تقديم واقع سياسي موجود. ونشير إلى أن هذه المسرحية مبرمجة في إطار مهرجاني قرطاج والحمامات الدولي.